السلام عليكم، كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. من بعد غياب كتير طويل عليكم، بعرف إني طولت الغياب، ولكن الحرب اللي بنمر فيها هي أكيد السبب، والظروف اللي بنعيشها هي أكيد اللي منعتني إني أنزل فيديوهات على اليوتيوب. يعني مهما أحكي لكم وأوصف لكم الظروف اللي إحنا بنعيش فيها هنا في غزة كتير كتير صعبة، مش راح تتخيلوا الموقف اللي إحنا بنعيشه، ولا أي فيديو ممكن يشرح لكم، ولا أي كلمة ممكن توصف لكم الحياة اللي بنعيشها. بس إحنا الحمد لله هينا صامدين وصبرين الحمد لله. اليوم حبيت إني أصور لكم فيديو يكون خفيف، فيديو حقيقي من قلب غزة طالع لكم. وزي ما حكيت لكم السبب الأساسي إني ما نزلت فيديوهات على القناة هو الحرب. طبعا الكل عرف إنه تقريبا معظم سكان مدينة غزة وشمال غزة تهجروا في بداية الحرب لجنوب غزة، وأنا كنت منهم، كنت نازحة في مخيمات الجنوب 1.5 سنة وإحنا بعاد عن بيوتنا، ولكن بالأخير الحمد لله رجعنا لغزة ورجعنا للشمال. ولكن رجعت للأسف ما لقيت إلي بيتي اتدمر بالكامل، سوية بالأرض، يعني كان لسه جديد وكنت فرحانة معكم فيه في القناة وكنت بشطب فيه جديد وكل إشي جديد بجديد، لكن الاحتلال مش راضي إنه إحنا نعيش بأمان ونعيش بسلام، فراح البيت. ربنا بعوضنا إن شاء الله. والآن أنا ساكنة ببيت إيجار طبعا، الحمد لله نعمة كريم. يعني لو بدي أشرح لكم 1.5 سنة هاي كيف عشناها وكيف مرينا فيها والظروف اللي عشناها فيها، الحديث راح يطول كتير كمان، مش حابة أطول عليكم كتير. لقطات الفيديو هاي مصورة تقريبا من 2 أسبوع. في هذا الفيديو عملت معاكم فطير السبانخ أو فطير السلق. أنا بصراحة اليوم جبت سلق لأنه مش متوفر زي ما أنتم عارفين، إحنا بغزة هنا بمجاعة حقيقية فعلا يا جماعة، إحنا بمجاعة. يعني الحمد لله إن أنا كنت قادرة أوفر شوية من الطحين وشوية من نوع الخضار، وعملت فيهم فطير سلق زي فطير السبانخ. أنا كنت مصورة معاكم من قبل فطاير السبانخ، اللي حاب يشوف الطريقة موجودة على القناة. عجنت العجينة هنا وبلشت إني أعمل السلق، حطيت بصل وفلفل أخضر. طبعا هاي الوصفة لازم يكون البصل كمية كبيرة كتير، بس المتوفر عنا الحمد لله قدرنا نوفر شوية بصل، سعره كتير غالي في 1.5 سنة هاي، وما زلنا إحنا مستمرين في الحرب. تعودنا إنه الأكلات عنا ما تكونش كاملة، يعني أغلب الأكلات تكون كلها شبه ناقصة وتكون أصلا مش متوفرة كلها. صرنا نعمل بدائل، يعني بدل السبانخ صرنا نحط سلق، صرنا نحط بصل. البصل الناشف عنا مش متوفر، صرنا نستخدم البصل الأخضر، نحط العروق ونحط كمان البصل الأبيض اللي فيه اللي فوق. السلق هنا بيحتاج شوية سوا، يعني بيكون جامد شوية، وهو نوعية السلق كمان المتوفر واللي جبت اليوم خشن، لأنه إحنا في نهاية الموسم وأصلا مش موجود ومش متوفر، وسعر الربطة كتير غالي، سعرها 15 شيكل. جبت أنا ربطتين ب30 شيكل، عملت لي كمية جدا قليلة. هاي هي الكمية كلها. بعد ما دبلنا البصل والسلق راح نضيف إلهم البهارات اللي هو ماجي وملح وفلفل أسود وشطة وكمون وسماق. هنا كندا حابة تشاركني في الفيديو، حكت لي أنا بدي أخلطهم يا ماما، خليتها تخلطهم، وبعدها لفيتهم هيك زي الصفيحة اليوفوية، وكمان عملت معجنات بالجبنة هنا حشيتهم. هذا الفيديو من قبل 2 أسبوع، يعني كان متوفر شوية أكل، كان في سلق في السوق، كان في جبنة. أما الآن إحنا بمجاعة حقيقية، ما في أنواع خضار في الأسواق، ما في أي نوع من الأجبان، ما في أي نوع من الألبان. يعني إحنا عن جد فعلا مش عارفين شو بدنا نحط لأطفالنا، شو يفطروا أو شو يتغدوا. بعد هيك طلعت تمشينا شوي على بحر غزة. والسبب الثاني إني كمان ما نزلت فيديوهات على القناة، إنه كمان اليوتيوب علينا، مش كمان حرب
هي علينا لا، كمان اليوتيوب وقف الربح عندي في القناة، وقف القناة بشكل كامل، لأنه أنا انقطعت فترة كبيرة عن تنزيل الفيديوهات. مش عارفة، بحربونا في كل المجالات. بس بتمنى منكم إنه إنكم تدعموني وتطلعوا القناة زي ما كانت طالعة زمان قبل الحرب. وبنهاية فيديو اليوم حبيت إنه أنتوا تدعموا القناة لحتى ترجع تاني وتتفعل تاني. بتمنى كمان تدعوا لنا، وبدي كمان تضغطوا لايك للفيديو زي ما كنتوا زمان تضغطوا وتكتبوا كومنتات كتير حلوة لحتى الفيديو يطلع ويرجع كل المشتركين يشوفوا الفيديو إن شاء الله. دعواتكم إلنا ولا تنسونا من دعائكم. مع السلامة، وإن شاء الله بشوفكم وبستمر في فيديوهات جديدة.